بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لسه عارف خبر موضوع عن حادثة في مستشفى في محافظة المنوفية، وهي بالنسبة لي من أسوأ المحافظات في مصر، هي والإسكندرية وعدة محافظات كده يعني متعلمة. والله أعلم ده نسبته تاريخية، يعني هل هم تاريخيا كده فيهم أصل سيء المنوفية؟ يعني دايما الفساد كان طالع منها. موظفين الحكومة بتوع المنوفية معروفين بالرشوة، حتى الجيران كان لنا جيران من المنوفية سيئين الأخلاق، أخلاقهم وحشة أوي، معاملتهم وحشة مع الناس وناس خبثة. أنا بكرههم، يعني ما بحبش المنوفيين خالص. للأسف برضو دايما يحبوا يتعينوا في جهاز الدولة الجيش، هما زي الكلاب المسعورة. فالحادثة اللي احنا شفناها دي، انه يدخل بعصاية، عصاية صاع الكهربائي، يتعدى على ستات في أثناء تأدية وظيفتهم، وفيهم ست حامل سقطت. فدوت اللي عايز اقول لكم، عصاية الكهرباء دي اخترعوها اساسا للتعامل مع الحيوانات، وبالذات الخنازير. بره الاجانب اخترعوها عشان خنزير ما بيحسش، فساعات بيكهربوه عشان يمشي. فتصوروا دوت دخل يتعامل مع بشر وستات ومسلمين ومحترمين بيشتغلوا أثناء وشغلتهم مهمة، هي علاج المرضى. عرفتوا البني آدم ده اللي هو طلع ضابط طيار في الجيش المخنث، الجيش المصري الوسخ، اللي هو أنجز جيوش الأرض، اللي هو ولا عشان تصدقوا الحديث المكذوب اللي هم بينسبوه لرسول الله. وأنا بحب أقول للشيوخ المعرسة، اللي هم شيوخ الأزهر المعرسين، اللي هم تبع المخابرات تبع الصوفية والشيعة الكفرة، اللي هم دايما يطلعوا في التلفزيون يقولوا الحديث الكاذب ده اللي هو خير جنود الأرض. أحب أقول لهم الحديث كاذب، وانتوا عارفين رسول الله قال إيه؟ من يعني اللي قال حديث كاذب عليه هيتبوأ مقعده في النار. فانتوا لما تضحكوا على الناس الغبية الجهلة وتقولوا لهم انتوا خير أجناد الأرض، يبقى مين خير أجناد الأرض؟ هل مثلا أمال خالد بن الوليد رضي الله عنه اللي دخل 100 معركة إن كلها منتصر فيها ومعه جيش انتصر معاه، يبقى ده خير أجناد الأرض؟ ولا الصحابة اللي انتصروا، ولا عمر، ولا ها، ولا القعقاع، ولا الناس المسلمة؟ يبقى مين خير جنود الأرض؟ ما تجيش تضحك على الناس وتدلس تقول لهم ده خير أجناد، دول عربجية. فطبعا اخلاق الضابط وتصرفاتهم دول بتوع الجيش والشرطة والقضاء جاية من ايه؟ سوء التعليم. التعليم هو الاساس. شوفوا اليابان ماشية ازاي، ليه بنضرب مثل بالشعب الياباني؟ ليه لما بيروح مكان بينظف مكانه؟ ليه؟ لان هم بدأوا في التعليم. بصوا شوارعهم منظمة ازاي، الكل بيحترم الاشارة، الكل ليه ده من وهو طفل في المدرسة علموه كده. فبالتالي بيطلع مواطن صالح كده، معاملته مع البشر كلها كده. انما انتوا مفيش تعليم، مفيش دين، الجيش ماشي كده بلطجة. طبعا امريكا واليهود والنصارى من بره ومن جوه بيدعموه ان هم دينهم كده، دين همجية، دين دموي. عايزين مصر تفضل متخلفة كده، مفيش تعليم. اللي خد شهادة مضحوك عليه. طبعا اسأله كده، خلي واحد كده يروح كندا مثلا وهو معاه شهادة طب، وشوف كده هيقولوا له يا حبيبي بالله واشرب ميتها، تذاكر من جديد عشان نعترف بيك دكتور هنا. طبعا هم يضحكوا عليك ويقولوا لك لا ده احنا الجامعات بتاعتنا عالمية ومعترف بيها عالميا. كله كذب في الأونطة. الجيش بتاعكوا دوت الأسلحة اللي معاه دي كلها متأجرة، مش ملكنا، فاهمني؟ وفي أي وقت لو طلعوا يحاولوا يضربوا بيها إسرائيل ولا أمريكا، بزرار واحد من أمريكا تسقطها، وهم هيطلعوا يكذبوا كلامي. وأنا بقول لكم ده حصل في أوكرانيا. روسيا كانت بايعة طيارات سخوي لأوكرانيا، وأثناء الحرب حاولت أوكرانيا تضرب روسيا، بس ضغطة زر سقطت. وده موجود ومدون، ها، مش تعرفوا انتوا مخنثين وتبقوا شعب خول طول ما انتوا قاعدين ساكتين كده وهتطاطوا.